السلام عليكم. قبل بداية الفيديو، إذا كنتم من عشاق كرة القدم ومتتبعي أخبار كرة القدم، ندعوكم للاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. والآن هيا بنا للتفاصيل. ظهر خلاف قاسي بين لاعبي نادي ريال مدريد بعد أن كشفت الصحف المدريدية عن استياء داخل غرفة خلع الملابس النادي الملكي وعلى رأسه دافيد ألابا بسبب تصويته لنجم نادي باريس سان جيرمان قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، وتجاهله لزميله في الفريق الفرنسي كريم بنزيما في جائزة أفضل لاعب في العالم، في وقت لفتت التقارير إلى أن لاعبي ريال مدريد يعتبرون ألابا خائنا كون الفريق يعتبر بنزيما هو الذي يستحق نيل الجائزة بعد أن تعبوا جميعا في الفريق في الموسم الماضي وأحرزوا الألقاب، معتبرين أن تتويج الفرنسي بالجائزة لو حصل هو تتويج لهم.